السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي اتعادل مع المصري 0-0. وأنا طالع لك بالسجارة لأن أنا على أعصابي خلاص اتخنقت يعني. تعال بقى نتكلم في الماتش. شكرا، اقفل الفيديو، الماتش خلص. أتكلم أقول إيه أنا عن النفخ اللي أنا شفته. أنا بقى أكلمك، يلا بقى نتكلم تحليل فني وبتاع وبهدوء وأنا ماسك السيجارة تعالى تميز مني. أول هجمة خطيرة حضرتك ليك كان السولية حطها بالونة، شاطها حطها بالونة، تمام. عمرو السولية شاطها حطها في السماء، ده عمرو السولية. في الدقيقة 18 الكرة جت لعمك الشحات اللي هاني فتح له وعمل له اوفرلاب عشان يحطها له في الجنب، عشان هاني يحطها له، عشان هاني ياخدها ويعمل اوفر. عم الشحات قام جاي قاطم بيها لجوه وقعد يتحنك في الماتش. طول الماتش بيتحنك، مش كل الكرة دي بس، ده كل ماتش بيتحنك. ده في اول الشوط الثاني يا راجل جات له كوره اللي ضيعها دي، انا مش عارف دي من ماتش الزمالك بتاع الكره دي زيها ازاي حطها بره المره دي. تمام تمام. خش بقى بعد كده على الماتش، عندك عمك الشناوي طبعا كابتن حسام حسن شابوه، الراجل خد من الماتش اللي هو عايزه. عنده لعيب في الفرقه اسمه دغنوم هايل، دغنوم ده هايل، مفيش منه اتنين. الولد النهارده حرفيا بيلعب الفرقه كده، بيلعب لوحده، عشان نص ملعبنا ما شاء الله فاضي بالنسبه لكابتن مجدي مقشه، وبالنسبه لكابتن عمرو السوليه. عمرو السوليه النهارده كان عنده 500 ميس باص، يعني عمرو السوليه كان كويس، كان بيضغط واخد كل كوره، بس عنده 500 ميس باص، بيباصي غلط كتير قوي عمرو السوليه، غلط غلط غلط، كل اغلبيه مباصياته غلط يا راجل النهارده. تمام. فالكره بتتلعب بقى كره كابتن حسام من اول الماتش، وكابتن حسام بيلعب 3-4-3، ولما بيدافع بيتقلب ب 5-3-2. كابتن حسام من اول ماتش عمال يلعب في ظهر نص الملعب وظهر الباكات بتاعتك كور عاليه، كل شويه يلعب كور عاليه. اول كره عاليه عملها في الماتش في الدقيقه 19 اللي اتلعبت راحت لمروان حمدي اللي حطها لجريندو، والشناوي اتعامل معاها كويس قوي وطلعها. طبعا عايز النهارده احيي جمهور الاهلي اللي النهارده ما سكتش من اول الماتش، بس احنا لعيبتنا الرؤيه بتجري هنا يا راجل. ده انا ما رضيتش اجيب تيشيرت الاهلي جديد وجايب التيشيرت القديم بتاع اتصالات، شايفه ده تيشيرت اتصالات القديم ده عشان بتاع الجيل الذهبي، الجيل اللي كان محببني في الاهلي. لما بدات اتفرج على كوره واحب الاهلي كان الجيل ده موجود. تمام. المصري اخد منك نص الملعب بالياس الجلاصي اللي عمال يتحرك، اللي كابتن حسام النهارده اداله حريه يروح شمال وينزل نص الملعب، وده غنوم نفس الكلام. فالاثنين كانوا بيدوروا الكوره كويس قوي، وكانوا سارقين منك نص الملعب صراحه، لان كان محمد مجدي قفشه وعمرو السوليه الاثنين متقدمين زياده فوق الدايره وسايبين ديانج لوحده، والارتداد كان بطيء. تمام. طبعا قفشه جات له كوره جميله قوي 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 قوي، جميله كده، قعد يتحنك بيها في نص الملعب في الدقيقه 32. سيبك منه قفشه، انا مش بص لما اجيب سيره قفشه في البتاع اعمل بوست للفيديو او جريه، عشان قفشه خنقني. انا مسميه مجدي كرشه، ده اسمه مجدي كرشه مش قفشه، ده كرشه يا باشا. طبعا برونو، لا ما اسموش برونو بقى، ما اسموش برونو سافيو بقى، انا غلطان. برونو ابو سجاره بينزل ماتش محشش، بينزل مش شايف، ده برازيلي، ده جاي من على الملاحه. ملاحه ايه يا باشا؟ ده معديين من على الترعه كده لقوا واحد بيصطاد قراميط جابوه يلعب كوره، ده ما بيعرفش يباصي، ده مش بيباصي ولا بيلم، ده ما بيعملش حاجه في الملعب، هو بيتفرج، واحنا طبعا عندنا ميس باص ميس باص ميس باص ميس باص. كوره تانية قطعها محمد مجدي كرشه وراحت لعمك محمد شريف في هجمه مرتده. محمد شريف قفشه صاحبه بقى، فلازم يعمل التنوره بتاعته، حركه التنوره. وانت لو اول مره هتشوف الفيديو ده هتلاقيني عامل فيديو لقفشه اسمه تنوره بيلف حوالين نفسه في الملعب، فشريف حب يقلده فاتقطعت منه. طبعا محمد شريف النفيخ، ما اسموش محمد شريف المخيف، لا لا اسمه النفيخ، محمد شريف النفيخ. من الاول خالص انا عندي واحد، والله العظيم عندي واحد صاحبي نفسي هطلعه معايا بعد كده اسمه محمد وحيد. من الاول قال لك شريف لعيب موسم واحد والولا ما جلاش، فعلا شريف موسم واحد بعد كده ما شفناهوش. ما حدش بقى يقول لي كروش وقضى عليه والكلام اللهبل ده. تمام. ثم بعد كده في بدايه الشوط الثاني يجي لنا المعلم الكبير الفنان العظيم حسين الشحات بكره ملعوباله حلوه من قفشه، حطها بره وجون فاضي. عادي، بس هو شغال. حسين بيتحنك محدش يتكلم، حسين بيتحنك هناك، محدش يتكلم مع حسين. حسين ده جامد فشخولي فشخولي فشخولي.
بعد كده طبعا فقره الاصابات المعتاده كل ماتش، ياسر ابراهيم شد في الخلفيه. بعد كده قفشه كل فاول طبعا لعب فاولين النهارده حطهم في السماء. بعد كده عملنا هجمه حلوه كده اتلعبت لعلي لعبد القادر عدى بيها فحطها بالعرض للمعلم الكبير شادي اللي فوتها حلوه قوي لقفشه، فقفشه شوطها وحشه. قفشه شوط وحشه. السولية النهارده كان هايل قوي في الضغط وبياخد كل كوره بامانه يعني، بس كان بيعمل ميس باص زي ما انا قلت. عبد القادر وشادي عملوا واحده دبل باص بالدماغ، فعبد القادر ضيعها طبعا كالعادي. بعد كده قام جاي الراجل في الدقيقه 84 منزل حمدي وميسي، وطبعا كلنا شفنا حمدي وهو بيضيع الكره اللي في الاخر دي. ده بقى ملخص الماتش. انا يا باشا اقول كلمتين في الاخر كده. ايه عايزين مننا ايه؟ الزمالك اتعادل لك ماتشين واتغلب لك ماتش، فرق 5 بونت، بتخليه 6، بتخليه 5 ولا ايه؟ بس الزمالك النهارده 26 بونت 31 بدل ما تخليه 7 بونت. مش عارف تكسب، مش عارف تكسب المصري، مش عارف ده اسوان كسبت المصري. انت الاهلي يا راجل، يا راجل ده في لعيبه ما تلعبش في مركز شباب المحمديه عندنا في الاهلي، منهم بروتو سافيو ده، بروتو ابو سجاره. كل ما اذكر اسم برونو احط لك سيجاره بقى. في يا عم برونو؟ ما تلعب كوره يا عم، يا عم العب كوره بالله عليك، ما ترحمنا يا عم، يا عم العب كوره وارحمنا بقى. العب كوره هتشل، هقطع التيشيرت يا اخي، يا اخي هقطع التيشيرت. تمام. طبعا نقيم اللعيبه بعد كده اقول لك كلمتين في الاخر بس على الحكم الجميل. الشناوي النهارده ياخد 7 لانه كان متالق بصراحه. الكورتين اللي راحوا له، الكوره اللي غلط فيها الاخ رامي ربيعه في الاخر دي اللي هي احتمال تبقى فاول بس يعني خدها الشناوي، والكوره اللي صدها من جريندو. ياسر ابراهيم 3، متولي 3، علي معلول 2، هاني 0، ديانج ياخد 5، السولية ياخد 6. هتقول لي اديته 6، كان حلو في الضغط، ياخد 6 السولية النهارده. قفشه ياخد 2، سافيو -7، ما هو مفيش صفر بقى، في سوالب بعد كده انا الرقم ده احطها. شريف -1,000,000، وانا اقول لك مفيش سالب، شريف لا تقييم، انت جامد يالا محدش يقيمك. الشحات 0، عبد القادر ياخد 6، نزل غير الدنيا في الجبهه الشمال. شادي ياخد 2 بعد الكره الغريبه اللي ميسي ضغط له فيها وضيعها دي. ورامي ربيعه ياخد 2، حمدي وميسي ما لحقوش. وكابتن وائل فرحان بقى. ايه يا كابتن؟ عايز ايه؟ ما تقول لي يا كابتن وائل عايز ايه؟ اسفنا انا كابتن وائل فرحان، جه في اخر الماتش انذارات، خد يا متولي، خد يا سيد، خد بتاع. الراجل محمود جاب نفسه واقع في الدقيقه 94 ونص، قايم في الدقيقه 95 ونص، وانت مستقبل اللعب في الدقيقه 95 و45 ثانيه، مكمل اللعب. هوب باك وورد تقوم جاي مصفر في الدقيقه 97. يا راجل ده في دقيقه ونص رايحه، غير اللي حسين السيد ضيعه اهو في التغييرات. محدش يقول لي التغييرات ما بتتحسبش، لا بتتحسب، وشفنا كلنا تقنيه الوقت الفعلي في كاس العالم. الراجل ده متعين عشان كلام مرتضى عشان نبقى فاهمين، بس احنا جهلاويه عشان نبقى فاهمين. يعني هو الزمالك عشان واخد على عينه، يعني انت تيجي النهارده تبهدلني؟ يعني في الكوره اللي اتردت علينا بكره الانفراد دي اصلا قبلها شريف كان ليه فاول في ال 18، فاول على منطقه ال 18 على الخط ده، كمان ممكن تبقى ضربه جزاء. هنشوف الخبراء التحكيميين هيقولوا ايه. خبراء يا ابني. طبعا بس ملخص الماتش بالنسبه لي اهبد واجري. كابتن محمود الخطيب، جبت لنا كريستو، جبت لنا عطيه، وجبت لنا خالد عبد الفتاح ده ولا مش عارف اسمه ايه بتاع سموحه. انا لعيب بصراحه باك يمين وانا مش فارق لي الباكات دي. بعد اذن سيادتك انا معجب بسعادتك، ممكن تعمل حاجه وتخلي كهربا يرجع؟ ابوس ايدك ساعده الراجل ده، لان احنا كاهلاويه كلنا عارفين ان الاهلي في الحوار. الاهلي في الحوار. رجعوا لنا الراجل اللي انتوا هتبطلوه كوره ده، رجعوه هنتشل. رجعوا لنا كهربا. ما عندناش وينج زيه في الفرقه، الوينج الوحيد اللي بيعرف يجيب جون، ما عندناش وينج زيه في الفرقه. رجعوا لنا الراجل يا جماعه، رجعوا لنا كهربا يا جدعان، رجعوا كهربا هتشل. ده انتوا ناس مرض. ده ايه ده؟ ده ايه يا جدع الاهلي وقرفه ده؟ ايه يا جدع الخرا ده؟ ايه الخنقه دي؟ في النهايه لو وصلك الفيديو ما تنساش تفعل زر الجرس وتدوس على الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. برونو سافيو.